يشارك الجيش التونسي للمرة الثانية على التوالي في التمرين العسكري الأسد الإفريقي 2022 التي تشارك فيه 13 دولة، وبه مرحلة من المراحل الرئيسية تكون بالتراب التونسي، وتتمحور التدريبات في عدة مجالات مثل دروس نظرية في التخطيط العمليات المشتركة، وكذلك ورشة بناء القدرات في مجال الاستعلامات، وتدريبات الميدانية في مجال التصدي للعبوات الناسفة والتوقي من الأسلحة الدمار الشامل، وتدريبات كذلك في مجال الإسعافات الأولية للمقاتل. تهدف التدريبات من خلال الدروس النظرية والتدريبات الميدانية إلى تعزيز ودعم القدرات العسكرية العملياتية والقتالية، وكذلك الرفع من الجاهزية وتبادل الخبرات في التخطيط والعمل المشترك بين مختلف القوات، علما وأن المرحلة الهامة تكون في ميدان المناورات والرمي ببن غيلوف بمشاركة عدة وحدات من مختلف الاختصاصات من جيش البر وجيش الطيران والصحة العسكرية من الجانبين، الجانب التونسي والجانب الأمريكي.